أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقتنا النهاردة من جوه الملاعب ونجوم الملاعب. نجمنا النهاردة الحقيقة نجم كبير لنادي غزل المحلة لاعبا ومدربا، عصر كل عصر ونجوم العصر الذهبي لغزل المحلة، وهو لاعب وكان أفضل أداء لغزل المحلة وهو مدير فني لنادي غزل المحلة، وكان ينافس على بطولة الدوري أكتر من موسم وأكتر من عام، وكاد يحصل عليها لولا اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة. الحقيقة نجمنا النهاردة هو المدير الفني السابق ولاعب غزل المحلة السابق الكابتن محمود الشناوي. أهلا بك يا كابتن. اهلا استاذ احمد، الله يسلمك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، ده انتوا اللي منورين والله. أنا في البداية الأول عاوز أتكلم معاك عن ذكرياتك وأنت لاعبا، بدايتك وأنت لاعبا. احنا بدأنا في غزل المحلة، كنا عمال كده في الشركة، وانضمينا للناشئين، وكان مدربنا في الأول الكابتن معداوي سنان. وكان أيامها الفريق الأول بتاع النادي كان فيه كابتن محمود أبغاني وكابتن شوقي قنصوة وأنور سليم، والناس كانوا بيلعبوا الفريق الأول، فاختاروا مننا 3 من الناشئين يلعبوا معاهم 3 مباريات في مسابقة دوري الشركات. فكنت أنا وكابتن حمامة وكابتن بوبو اللي خدونا ال3 من الناشئين. وكان المدرب الله يرحمه الكابتن عبد الرحمن فوزي والكابتن ممدوح مختار، واختارونا هما الاثنين احنا ال3 اللعيبه، وكنا بنلعب معاهم كل سنه 3 مباريات. جينا في الاخر الله يرحمه الاستاذ محمد حبيب اقترح ان احنا نتنقل الفريق الاول، انا وبوبو وحمامه، وصعدنا ولعبنا واشتركنا معاهم وبقينا لعيبه اساسيه في الفريق الاول، وكنا اصغر 3 لعيبه في الفريق. أهم النجوم بقى اللي أنت عاصرتها وعاصرت العصر الذهبي لغزل المحلة في الفترة دي وأصدقائك في نفس الوقت. أنا لعبت مع الكابتن محمود أبغاني في أواخره، والكابتن عادل أحمد لعبت معاه فترة كبيرة أوي، وعادل كان من اللعيبة الممتازة جدا، وكابتن سقلط الله يرحمه، وكابتن فاروق بطاوع، وكابتن حجر بتاع سمنود، وكابتن خورشيد حضرته برضه في أواخره. ويعني كانت مجموعة كويسة جدا، لعيبة كويسين لغاية ما جت. خدتوا بطولة الدوري؟ لا ما خدناش، كانوا بيطلعوا بقى خامس سادس يعني. انما لما نقل جيت البطن اللي هي كانت تعتبر فجورة في المحلة، كانت بطن السعيد عبد الجواد، السياجي، ابراهيم حسين، عبد الدايم، عبد الرحيم خليل، لطفي الشناوي، حنفي هليل، عبد الستار، وعمر عبد الله، وكابتن بشلاوي. يعني كانت ومحسن الحريري، وعبد الرحيم خليل ده كان نجم الله يرحمه، نجم فوق العاده يعني. دي كانت البطن. جت وراها بقى البطن اللي كانوا معايا لما انا بطلت الكوره، دي هكلمك عنها لسه بقى. وانت مدير فني لغزل المحله، طبعا كان معاك نجوم ضمنهم كابتن شوقي غريب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، شريف الخشاب، طه السيد، خالد عيد، صابر عيد، وخالد كرم، واحمد حسن. مجموعه اسماء محمد صالح. انا عايز اقول الاسماء دي انت لعبت بيهم وكت وتاخذ بطوله الدوري، كت انك تاخد بطوله الدوري فعلا، لولا اللحظه، وفي ماتشات كان فعلا يكفيك الفوز وتاخد الدوري. انت عارف يا استاذ احمد، هو كانت من سوء حظ البطن دي بالذات اللي هي كانت في المحله دي، النجوم اللي حضرتك قلت عليها دي، ان كان النادي الاهلي ونادي الزمالك واتحاد اسكندريه عاليين جدا. يعني انا اذكر ان احنا لعبنا النادي الاهلي وكسبناه في مصر 1-0، كان بيلعب الخطيب وحسام حسن وطاهر ابو زيد ومجدي عبد الغني وربيع ياسين ومصطفى يونس. يعني كانت فرقه، كان صعب انك وانا احنا كسبنا الماتش ده. مين بقى اللي معاك في الوقت؟ كان شوقي غريب وصابر عيد وخالد كرم ومحمد فايز والتليس وخالد ابو الفتوح، كان هاف باك من الهوباكات اللي هي مميزه جدا، واحمد حسن والمشائي
وخالد عيد. هو الميزه في البطن دي يا استاذ احمد، انك انت لو كنت تسال اي واحد في جمهوريه مصر كلها مين فرقه المحله، يوم قايلهم لك على طول كلهم مره واحده، لان هو كان التشكيل وكانت اللعيبه عارفه ان واحنا في برنامج الاعداد هم عارفين اللي بيركب في اول السنه ما بعرفش احوشه. فكانت الفرقه بتبقى معروفه كلها. انت كونت معاك الفرقه دي بالصدفه كده موجوده، ولا انت انتقيتهم لاعب؟ هم كانوا معايا من 16 سنه، لما انا مدرب اشتغلت في الناشئين كانوا معايا 16 سنه، واتنقلوا معايا 18 سنه، واتنقلنا كلنا الفريق الاول. كان الاستاذ محمد حبيب الله يرحمه، طبعا يعني ده عايز مجلدات تتكتب فيه. ويمكن نجاح المقاولين العرب من سياسه الاستاذ محمد حبيب في نجله شريف حبيب. فهو كان الحقيقه موسوعه. وهي دي الاداره الناجحه اللي بتفرق كتير قوي. لا، هو بعد الاستاذ محمد حبيب والاستاذ احمد الشتاوي والله يرحمه الاستاذ معتز والاستاذ عزت البناتي والاستاذ حلمي الغنيمي ربنا يديله الصحه، انتهى عصر الاداره في غزل المحله. ما فيش اداره دلوقتي خالص يعني، ولذلك يعني بقى لنا 3 4 5 6 سنين مده كبيره بنتخبط وبننزل وشغلانه يعني. مش ليه؟ لان كل من في الاداره لم يلعب كوره، ولا مش النهارده اللي بيدير النادي مين؟ الموظفين بتوع الشركه بتوع الاداره. انا عاوز اكلمك على حاجه تانية يا كابتن شناوي. انا كان مميز قوي ان ابناء غزل المحله او اللعيبه اللي كانوا معاك في الجيل ده كلهم من ابناء المحله وابناء غزل المحله. دلوقتي مفيش حد من ابناء المحله خالص. استاذ احمد، النهارده فريق غزل المحله فيه 2 من المحله، ناصر فاروق وكبر وعشان الحاجه موجود وما بيلعبش، وخالد كساب. باقي الفرقه ما هماش بالمحل. تفرق ده اللي فرق معاك، وده اللي كان بيفرق مع غزل المحله. تفرق كتير ان انا كان كل اللعيبه بتاع النادي كلها من المحل، وكان من طنطا كفر الشيخ عادل ابراهيم، وكانوا يعتبروا عاطف عبد الهادي والمقاولين، بس جه المحله وقعد معانا فتره اكتر من اي نادي كان فيه، لانه لم يلعب دوري عام حقيقي الا في غزل المحله. فكانت اللعيبه كمان كانت غير اللعيبه اللي الواحد بيشوفها الايام دي خالص. انا عايز اكلمك بقى، وانت مدير فني لغزل المحله، اهم المباريات اللي مرت بيك والمواقف الصعبه اللي مرت عليك. احنا في ماتشات يعني من ضمن المباريات المقاولين العرب في مصر، يعني تقدر تقول احنا خسرنا 1-0 يمكن في الدقيقه 45 من الشوط الثاني، والهجمه الوحيده اللي جت علينا، وضيعنا اكتر من 5 تجوان وخسرنا الماتش. ده حاجه يعني اللي يزعلك. ده كان موسم حوالي 87 او 88 89، لكن جميع المباريات كانت الفرقه دي بتأدي اداء، وكان فيه كنت دايما غير محظوظ مع المقاولين. هو المقاولين يمكن كسبني ماتش واحد، انما انا جميع الفرق الدوري العام كسبتها. يعني انا في مره يا استاذ احمد كسبنا البطن دي، خدت 15 بونت من 5 انديه في مصر، والماتشات كلها في مصر. كان الاهلي والزمالك والترسانه والمقاولين، وكان اسكو او البلاستيك. جمعنا ولذلك طلعنا في السنه دي في الدور الاول كنا على قمه المجموعه. افكرك انا بماتشات كده، يمكن كان في ماتشات وصلنا لمرحله من كتر امل الجمهور في ان غزل المحله ياخد الدوري. كان ماتشات زي السويس وشبين والماتشات البسيطه دي كنت تلاقي 30,000 في الاستاد جايين لك، عندهم امل ان انت تكسب. وكان ماتشات وكسبت بضربه جزاء في خالد ابو فتوح في الاخر. ماتشات دي في اواخر الموسم ده كان الجمهور عنده امل ان انت تاخد بطوله الدوري في الموسم. هو كان فيها يا استاذ احمد في حاجه كانت مميزه في اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت حافظه بعض، وعندها اصرار غريب، وعندها يعني كمان الفرق كلها اللي كانت بتيجي المحله يقول لك ربنا يستر، فرقه قويه وفرقه جامده وفرقه. انا وصلت الامور ان اللي يلعب اللي يجي يلعب غزل المحله يا استاذ احمد بيعرف انه هيخسر الماتش الثاني اللي بعده لانه يمكن كابتن احمد رمزي نجم الزمالك طبعا كان بيقول
اصعب ماتش بلعبه هو ماتش المحله في المحله. والله كل الانديه قالت هو كده. كان يقول كده كمان زمان. يعني انا الله يمسيه بالخير الكابتن مدحت فقوس، هو صديق عزيز وكان بيدرب المصري، وكان يجي خسران بون. وهو جاي المحله كده عند محله ابو علي كده وداخل يقول لك خلي بالكم يا اولاد، احنا مش عايزين يعني جونين كفايه، جونين كفايه او واحد كفايه. حقيقه يعني ومدحت من المدربين الممتازين وشخصيه محترمه جدا، زي الكابتن ابو رجيله كده كان يمكن من المدربين العظماء. انا اسمى ابو رجيله ده الرجل المدرب المدير الفني اللي هو جمع صداقات جميع مدربي مصر، وماسك النهارده كمان الجمعيه، وافضاله كتيره، وراجل محترم، ويعني انا بحييه من خلال برنامجك يا استاذ احمد. انا عاوز ارجعك بالذاكره لمباراه الاسماعيلي في المحله، اللي لو كنت كسبتها كنت خدت الدوري، وخسرتها وطلعت بعدها المنيا، لو كسبت برضه المنيا كنت خدت الدوري. بص يا استاذ احمد، هو ماتش جدا. هو ماتش الاسماعيلي ده برغم ان احنا خسرناه، كان ذكي عبد الفتاح حارس مرمى. كان ذكي حارس مرمى، انما كان ورانا ماتش الاتحاد اسكندريه بره، فانا قلت لو كسبنا الاتحاد يبقى عوضنا خسرت الاسماعيلي، فكسبنا الاتحاد في اسكندريه 2-0. مرينا المنيا كان عندي عده ايقافات كده، كان من اسهل ما يكون. ازاي الماتش ده راح انا لغايه النهارده وخسرناه 1-0 لغايه النهارده، مانيش عارف الماتش ده راح ازاي اكتر من 4 جوال. كسبته تاخد الدوري، خلاص خدنا الدوري. انا كنت ناوي في السنه دي يا استاذ احمد ان انا اخد مجموعه من الناشئين نروح نلعب المريخ، ناخد الدوري واعمل نص الفرقه من الناشئين، ناشئين المحل. للاسف يعني كله مكتوب بقى، انما اللعيبه برغم ان هم بس هم كانوا معروفين ان المحله ديت واخده الثالث يمكن من بعد 4 أو 5 مباريات في الدور الثاني، من الدور الثاني جاي ما خدتش الدوري، ما خدتش الدوري. فكنا كل سنه كنت يعني ورا الاهلي والزمالك على طول. لا يعني هو كان اهلي زمالك محله اسماعيلي، زمالك اهلي محله اسماعيلي، انما ما كانش حد بياخد مني الثالث ابدا، الا في سنه واحده كان النادي الاسماعيلي فرق عننا بجول في الاهداف، نسبه الاهداف، فهو بقى الثالث واحنا بقينا الرابع. لكن الفتره اللي انا قضيتها كلها يمكن من بعد المرحوم السياجي في سنه 85، وانا فاكر التاريخ خالص 15/10/85، كابتن سياجي كانت عينيه وجعته الله يرحمه، واصر ان هو يمشي. احنا كنا في الاخر يعني كنت ترتيبنا حوالي التاسع او العاشر، وكانت بقى فيه دعايه ان احنا هننزل ومش عارف ايه. فالمهم ان احنا طلعنا الموسم ده كان 85/86 طلعنا الخامس، ومن بعدها خدنا المركز الثالث على طول. ده كان اقل مركز، الثالث على طول. حتى كانت الصحفيين لما يجوا يسالوني يقولوا لي ايه يا كابتن شناوي ايه الدوري؟ اقول لهم الدوري ان شاء الله الدوري. مش غزل المحله دلوقتي اللي بينافس على الهبوط؟ لا وبصراحه غزل المحل السنه دي يعني بقاله 3 4 5 سنين بيتخبط وشوف يا استاذ احمد، مش حدش هيشيل نادي غزل المحله الا اولاد غزل المحله. النهارده لما يبقى المدربين مع احترامي شديد لهم من بره، واللعيبه من بره، ولاعيبه لما وعندك مدربين ناجحين يعني كلهم ابنائك كانوا في ملعب، خالد عيد ومحمد فايز مدرب ناجح. خالد عيد ما شاء الله عليه في الرجاء، وهو طارق محجوب. صابر عيد في السعوديه بقاله فتره وفي نادي الاتفاق. نبيل حلمي طلع نادي الصيد. يعني عايز اقول لك ان المحله غنيه بلاعيبتها وغنيه بمدربينها، لكن هو لما تدخل بقى الناس اللي هي ملهاش في الكوره، وبقى فيه عناصر ما هيش من محله زي المهندس فؤاد عبد العليم والاسم السيد خير الله، خلاص انتهى غزل المحله. ثم اخيرا بداوا في سياسه السيد خير الله وفؤاد عبد العليم ان هم يقضوا على رموز المحل. اخرهم مين؟ خورشيد، كابتن خورشيد هرم، كابتن عمر عبد الله، كابتن محرز، كابتن حسن غربيه، كابتن نبيل الخروب اتشال. شناوي انا عايز اكلمك بقى عن تاريخك مع غزل المحله، و6 نهائي كاس وانت غير محظوظ في الكاس. بص يا استاذ احمد، انا يمكن الماتش اللي زعلني جدا جدا هو النهائي مع النادي الاهلي، وكان في ملعب المقاولين العرب.
وخسرنا 3-2. وانا بقول لحضرتك ان اللعيبه عملت مباراه، وكان المفروض ان احنا نكسب النادي الاهلي. يمكن في حوالي 6 لعيبه من وسط الملعب والمهاجمين كل واحد ضيع جول، الجول ما يضيعش. وقلنا غير محظوظين. حتى لما جم سالوني قالوا لي ايه احنا مقدرين موقفكم وبتاع، قلت لهم والله هو الكاس راح غلط، الكاس كان لازم يجي معانا المحله النهارده. قالوا لي صح. فهو من ضمن الحاجات اللي برضه بتتزعل، بس هو نصيب يعني. لكن المحله اتميزت يا استاذ احمد بعظمه الاداء والامتاع. تتفرج على المحله يقول لك ده برازيل مصر. كان نادي المحله والاسماعيلي مع احترامي للاهلي والزمالك كانت الكره المشوقه الممتعه والامتاع للجماهير. واجمل مباراه كنا بنشوفها كمان لغايه المحله كانت مع الاسماعيلي، يعني في الفتره دي كمان او في الجيل ده كمان والعصر ده. والله انا اذكر احنا كنا بنلاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه. والله يمسيه النتيجه المباراه ما تبقاش معروفه. والله يمسيه بالخير. سياده المحافظ عبد المنعم عماره جه بعد الماتش، والماتش كان فيه قلق وبتاع، وكان فيه اعتداء علينا وبتاع، لكن الماتش طلع تعادل 0-0. لكن يا استاذ احمد كان قمه المباريات اللي اتلعبت في الدوري العام كان هذه المباراه بين المحله والاسماعيلي، واللي انتهت 0-0. هي كانت افضل مباراتك مع الاسماعيلي كمان في المحله. في المحله كمان كانت بتبقى مباراه وجماهيريه على فكره، وكانت مباراه كسبني في السبع 8 9 سنين اللي لعبتهم ماتشين. ماتش في المحله، واحد اللي هو بتاع عاطف عبد العزيز. عاطف عبد العزيز ده الجون ده اللي كان من نص الملعب، ما هو ده اللي ضيع الدوري. ده اللي ضيع الدوري، لان كان ممكن يغنيني عن ماتش المنيا اللي احنا خسرناه. لكن الجمال ان المحل لا زالت لغايه النهارده ولاعيبتها ومدربينها وشوقي غريب ومنتخب مصر بيتكلموا على البطنه دي. بالظبط. الجميع يذكر هذا الجيل: شوقي غريب، صابر عيد، خالد عيد، طه السيد، التليس، شيخ الخشاب. المجموعه دي كلها كانت لعيبه بصراحه. وكانوا بيريحوك بقى يعني. مدير فني كتير يعني يفكر لشكل الفرقه. انا كان كمان عندنا سياسه يا استاذ احمد، حته ان انا اقف على الخط بتاع دي ما فيش منها. انا كل الكلام لشوقي غريب اللي هو الكابتن الفرقه، هو يجيني اكلمه اقول له كذا 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 وانتهى الامر، وانا اقعد اتفرج زي الجمهور. اللعيبه عارفه هتعمل ايه في الربع ساعه الاولانيه والربع ساعه الثانيه. اللعيبه فكرها كان عالي، فكرهم كان عالي، لان هم قعدوا فتره كبيره حوالي 10 سنين مع بعض، وحط قبلهم كمان 5-6 سنين مع بعض في الناشئين، لان هم كانوا من ايام المرحوم عزت الملكي كانوا عيال صغيره كده في المدرسه عنده. انا عاوز اتكلم على العين الثاقبه. يعني كابتن شناوي من المدربين، مش مدربين لعيبه كبار بس، ده مدرب في الناشئين او في قطاع الناشئين بتختار اللعيب الكويس او اللعيب الجيد اللي انت بتعرف ان ده هيديك بعد كده. عينك كويسه بالنسبه للعيب. الحمد لله. هو والله بص يعني هي اللعيبه يعني ساعات كده في لعيبه تبقى ايه يتهيأ لك إيه هم في نظرك ما هماش كويسين ومش هيخدموك او حسب ما انت محتاج، في نظر حد تاني يقول لك ازاي سابه. لكن انا كنت بدور على اللعيب اللي هو هيبقى اساسي في الفريق. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ياسر الكناني واحمد عبد الظاهر انا افتكر ان هم جولنا المحل هنا كان عندي 8 باكات. بتاع المنصوره اللي كان باك يمين منصوره، ياسر كناني واحمد عبد الظاهر. الاهلي دلوقتي لا عبد الظاهر السقا. عبد الظاهر السقا وقول يا كابتن احنا عاوزين نيجي عندك وبتاع. وطبعا كان السيد اللي هو ابراهيم مجاهد ما كان صعب ان هو يسيب لعيبه وبتاع، وهم قالوا لي احنا هتخلصوا نفسكم. قلت لهم طب انا هقول لكم على حاجه بقى. كنت عاوزهم معاك يعني انا كان عندي 8 باكات او 9 باكات، صعب انك تقعد عليهم اي حاجه. عندك خالد كرم في فتره كان افضل. لا وخالد كرم في الباك اليمين كمان كان الباك اليمين، وصابر عيد ويسري جعفر وطارق النجار. سافر صابر عيد مع المنتخب في 90. وصابر عيد وطارق النجار ويسري جعفر، وعندك محمد فايز والمحمد. يعني كان كل مكان فيه 2 لعيبه او 3 لعيبه. قلت لهم يا اولاد انتم هتعطلوا عندي وانا بحبكم، اذا كانت الظروف عندك كفايه عندي كفايه فيما بعد. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. انا ما ايدتش كل سنه كان القيد 25 لعيب، انا عمري ما ايدت 25 لعيب.
انا كان 22 23 لعيب. يعني لعيبه كانت صغيره في السن ولعيبه كويسه، في كل مركز عندي واحد او اثنين او ثلاثه. فكانت الفرقه مكافئه، وما كان الله يرحمه الكابتن عبد الجليل ابو العيش بيعمل برنامج اعداد من اميز ما يكون في العالم مش في مصر. فكانت نسبه الاصابات عندي قلما وجدت في طول الموسم، واحد او واصابه لا تزيد عن 3 ايام او 4 ايام. وده بيرجع لجوده الاعداد في بدايه السنه. كنت بتهتم بيه يا كابتن جدا. كانوا مميزين باللياقه البدنيه على فرقتك فعلا، ده دليل على اهتمامك بفتره الاعداد واللياقه او برامج اللياقه البدنيه. كنا بنروح جمصه، كنت بفضل الاعداد بتاعي في جمصه لان كنا بنستعمل الرمل، الجري في الرمل والسويدي في الرمل وكنا البرنامج من 15 يوم ل 21 يوم لا نستعمل كرة القدم إلا يوم الجمعة للترفيه، وعلى شبكة وفولي ويلعبوها على بيبس على عشاء على يعني تسالي كده، والناس بتوع المصيف كلهم يتلموا ويعملوا دايرة. الكورة ما بنلمسهاش اللعيب إلا يوم الجمعة، اليوم الترفيهي بتاعهم، يلعبوا كورة شبكة قدام العشش ويلعبوا كورة والناس كلها تيجي تتفرج عليهم، والباقي كله تمرين الصبح الساعة 7 إلا ربع يكونوا على الشط، والساعة 5 بالدقيقة 10 تمرينتين. تشوف اللاعب طالع يخرج، كان يجي الساعة 10 10 ونص كله نايم، نرجع ما شاء الله عليهم. في الماتش كان يبان كل ده بقى، كل ده في الماتش حاجة ما شاء الله عليهم. يعني أنا بعتز بيهم إن أنا ظروفي إن أنا ربيت الأولاد ديت وفضلوا معايا ولعبوا معايا ولم يتغيروا طول المواسم اللي أنا قعدتها في النادي. واللي نجح منهم كمدربين دلوقتي ما زلت أنت على اتصال بيه وبيهم، كابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب، خالد عيد الرجاء. قبل الماتش بيوم بالليل لازم اتصل بيا والجدعان ونتكلم شوية يعني، وشوقي غريب ونبيل حلمي هنا في نادي الصيد والكابتن فايز. يعني هم احنا عندنا هي بقى ان اللاعيبه دي كانت اسماء لامعه في كره القدم، هم برضه اسماء لامعه في مجال التدريب. انا يمكن الشيء الجميل اللي كنت بشوفه في غزل المحله في السبعينات او الثمانينات على وجه التحديد ان التيم كان متكانس والفرقه متجانسه مع بعضها، وده كان معاك وانت مدير فني لهذا الفريق. وجيت في فتره غزل المحله بدا يقع ورجعوا استعانوا بيك تاني بعدها وقدرت تنقذ ما يمكن انقاذه مع غزل المحله. انا يمكن رحت مرتين ثلاثه يا استاذ احمد، وللاسف الشديد جت فيهم مره كان السنه اللي نزلنا فيها، كنت رحت بعد حوالي 14 او 15 ماتش، وكان قال لي الاستاذ حلمي الاستاذ معتز، قلت له يا استاذ حلمي الفرقه نازله، فرقه نازله اكيد. قال لي احنا مهيئين نفسنا على النزول. قلت له انا ماليش دعوه، انت ما قدرتش، لازم تلبي طلب غصب عنك. ورغم كده استاذ احمد كان ممكن نعدي الا ماتش جمهوريه شبين، وده سر هقوله لك دلوقتي. الجول بتاعنا اللي هو بيدرب في المحل دلوقتي سامي عبود، معلش سامحني، اتضح بعد كده ان هو كان واخد رشوه وسبب في خسارتنا في جمهوريه شبين، والماتش ده كان يقعدنا في الدوري، ما كناش ننزل. انت لما نادي غزل المحله بيندهلك في اي وقت ما تقدرش تقول لا؟ ما اقدرش اقول لا يا استاذ احمد. انا اقل المدربين راتب في تاريخ غزل المحله. انا كان عندي المكسب يا استاذ احمد، هو الفلوس وهو الشهره وهو كل حاجه، وما زال الا يمكن الايام دي يعني لما بدات العلاقات تبقى بين الرموز المحله والادارات اللي بتتغير خلاص بقى النادي. لكن انت غزل المحله انت على استعداد تلبي نداءه في اي وقت يطلبك فيه الا التدريب. ما تقدرش تستغنى؟ لا ابدا. دلوقتي كابتن شناوي انت مدير فني لاكاديميه نادي الصيد الرياضي، بتتعامل مع اعمار سنيه صغيره جدا، لكن ما زالت العين الثاقبه هي موجوده. بتختار ليك القدره، انا يمكن لاحظت لو بقعد معاك واشوفك ليك القدره على اختيار او بتعرف الولد الصغير ده هيبقى لعيب كويس ولا لا. يمكن انت حضرتك جيت يا استاذ احمد وشفت الاكاديميه بتتمرن. احنا عندنا دلوقتي حوالي 180 لعيب صغيرين. انا عندي لعيبه 5 سنين، واللذه كلها في شغلنا معاهم.
تلاقي متعه وانت بتشتغل مع السن. كمان المدرب رجب الدمياطي وصلاح رجب الدمياطي ده انا بعتبره من افضل المدربين اللي بتشتغل مع المرحله السنيه الصغيره دي، وتحس ان هو بيمرن ولاده عياله الصغيره وضحك معاهم ويشيلهم وكده. وغير التدريب لو لقى عيل حاطط ايده في بقه يقول له تعالى هعلقك في العارضه وبتاع. الاهالي بتبقى مبسوطه جدا من علاقه المدرب باللعيبه. احنا الحمد لله يعني عندنا يمكن في مجموعه 99 2000 في قطاع الناشئين في نادي الصيد كل اللعيبه دي من خريجه الاكاديميه، خريجه اكاديميه نادي الصيد. وعندنا مجموعه لعيبه وان شاء الله حتى تسمع عليهم هيبقوا في لعيبه كويسه جدا جدا ان شاء الله. ده اللي احنا بنتمناه برضه يا كابتن شناوي. العين بقى اللي بتكتشف مهم جدا ان انت تشوف او بتحاول تلاقي ده وتطلع اجيال فوق اجيال. شوف احنا بيجي لنا العيل يمكن ما عندوش فكره، بيبان بعد شهر كده من وجودنا ان هو يعني بيبقى جاي لسه ما يعرفش حاجه عن الكوره خالص، ما يعرفش بس بيحب تعمل منه لعيب كوره، بيحب الكوره. بيبدا نديله كوره يلعب بها كده اي كلام، نبدا نعلمه مهاره واحده او مهارتين، نبدا نعمل لهم تقسيمه يفضلوا يجروا ورا بعض فيها. بعد كده بيبان منهم الموهبه او نص موهبه او ربع موهبه، ده اللي بناخده بنحافظ عليه بنشتغل معاه وبنحببه في التدريب وبيبقى العيل بيستنى وقت التدريب لما يجي. وهو ده نجاح المدرب، هو ده نجاح المدرب ان العيل يبقى قاعد في البيت يحب مستني اليوم اللي هو هيجي فيه الملعب. وما شاء الله يعني حتى الملعب من بتاعت دكتور محمود شحاته مشكورا بعد ما عمل الملعب ترتان فرق كتير معاك والملعب فرق كتير. احنا كنا من الاول في تراب، ملعب رمل تراب الملعب دلوقتي ترتان وحاجه جميله جدا. والناس والمدرسه كترت، الاكاديميه كترت عن الاول. عموما يا كابتن هنكمل معاك ذكرياتك عن الملاعب ولكن بعد الفاصل. حيكون فرح وتلات الليلة حنغني ونعمله الليلة. حيكون فرح وتلات الليلة حنغني ونعمله الليلة. وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان.
انا بحبك يا كابتن عشان انت بتدربنا كويس ومدرب شاطر. اقول له شكرا يا كابتن، واحنا بنحبك قوي لان انت بتدربنا كويس وانت بتقول لنا الصح، وشكرا. والله كنت معاه اصلا بقالي سنتين والحمد لله هو صاحب الفضل عليا وهيوديني نادي باذن الله قريب. الحمد لله هو صاحب الفضل عليا اول ما جيت بنتدرب كويس معاه والحمد لله هو اللي كان واخد باله مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول للكابتن الشناوي هو صاحب الفضل عليا ان شاء الله، ومع يعني بقالي في الاكاديميه 3 سنين ان شاء الله. هو اللي منتظم معانا ومعانا في التدريبات، ودايما عينه على كل لاعب والحمد لله يعني يوم ورا يوم الاكاديميه بتتحسن ان شاء الله. الكابتن الشناوي ليه صاحب الفضل علينا ان شاء الله. تقول للكابتن الشناوي يا بحبه، هو بيدرب حلو وبيدرب حلو. كابتن محمود الشناوي طبعا ده تاريخ وشيخ المدربين طبعا استاذ احمد وانت سيدي عارفين. وطبعا بصراحه الراجل ده زي ما طلع مدربين زي ما طلع لعيبه فهو طلع مدربين. الاكاديميه بسم الله ما شاء الله احنا وصلنا لاكبر عدد يعتبر على مستوى جمهوريه مصر العربيه من خلال البرنامج اللي حاطته لنا الكابتن محمود الشناوي. حاطط برنامج كويس جدا جدا، وهو المقصود في المرحله ديت زي ما هو قال لنا وهو بيناشدنا وهو بيتكلم معانا كتير. بيقول تملي علموا الولاد ازاي يلعبوا كوره، ما تستعجلوش عليهم، سيبكم من الشغل البدني والكلام ده. فاحنا اتعلمنا من الكابتن محمود الشناوي كتير قوي 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 قوي. طبعا كابتن محمود الشناوي شرف لنا ان احنا بنشتغل تحت ايده كمدربين، لان كابتن محمود الشناوي اللي خرج للناس ما تعرفوش كابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الاول. فاحنا بنقول له يا كابتن محمود انت تاج على راسنا، وانت زي ما خرجت لعيبه بنتمنى ان احنا نبقى مدربين وننول شرف كرمك علينا كمان وكمان يا كابتن محمود. وربنا يبارك لنا فيك ويديك الصحه والعافيه يا رب. طبعا الكابتن الشناوي دوت عم مدربين مصر، الراجل ده فضله علينا كبير قوي قوي قوي. يعني راجل خرج لعيبه كويسه قوي قوي وخرج مدربين كمان، وليا الشرف ان انا اكون ابن الكابتن الشناوي في تدريب. يعني الراجل ده يعني لولا هو يعني انا اول ما بدات معاه. الراجل ده يعني بسم الله ما شاء الله يعني عم مدربين مصر. ربنا يديله الصحه ويطلع كمان عندنا بسم الله ما شاء الله اكاديميه على اعلى مستوى على مستوى الجمهوريه كلها، عددها بسم الله ما شاء الله. هنا بنعلم صح بنربي صح بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكرمه كمان وكمان. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومع ذكريات الكابتن محمود الشناوي المدير الفني السابق لغزل المحلة. كابتن الشناوي انا شايف مجموعة من الصور الجميلة وليك ذكريات معاها كتير قوي ما تتنساش فعلا الحقيقة. كلمنا عن اول صورة. والله هي يمكن الصورة ديت كانت في مباراة ضمن مباراة الدوري العام، لأن أنا مش هقدر أفتكر أيامهم. يمكن دي صورة كده وأنا على الخط كنت بنادي تقريبا على شوقي وبقول له أنت رايح فين، اثبت مكانك وخلي طلع واحد من اللي جنبك وأنت اثبت في وسط الملعب كده. الصورة دي ديت يمكن الدوري حتى بيقول لك المانشيت كمان مكتوب فيه الدوري للمحله والا ساعتزل التدريب. انت كنت قايل الكلام ده؟ قلته وكنت بقوله وكنت معروف بالصحفيين يقول لك ايه، اقول لهم الدوري ان شاء الله. فهو كان بصراحه كانت اللعيبه مع الاهلي، حتى الصوره كمان ماتش مع الاهلي الكوره مع الاهلي كانت يعني اللعيبه بتقول لي هناخد الدوري. بس هو كان فيهم عيب واحد يا استاذ احمد، ان هم ما كانش عندهم العزيمه الكامله. يقول لك البطوله بمعنى صح البطوله بقى ان يجوا يقول لك يا عم ده الاهلي هيكسبنا، الزمالك هيكسبنا، رغم ان هم الافضل مش حاسين ان هم الافضل، مش حاسين ان هم الافضل. هو دي كانت النقطه الوحيده او العيب الوحيد اللي كان في البطن دي، ان هم كانوا يقول لك يا عم ده احنا التالت كويس قوي. التالت ايه؟ طب ما تاخدوا الدوري. ولذلك انا كان عندي امل ان احنا ناخد الدوري سنه، كان نفسي ناخد الدوري سنه واحده، ولاحت اكتر من 4-5 مرات، والله اكتر من 4-5 مرات الدوري العام. انا افتكر مره استاذ احمد الكابتن سياج هو ماسك لجنه المسابقات الله يرحمه، 95 ده حط لي الاهلي والزمالك الاثنين ورا بعض وبره، يجي الاسماعيلي تطلع المني. تخيل 4 ماتشات ورا بعض صعبين جدا. تخيل انت بقى وتخسر الاهلي والزمالك ورا بعض بره في اول الدوري، واداء رائع و80,000 او 100,000 متفرج. جينا الاسماعيلي هنا تعادلنا، رايح تلعب البنيه بقى ومعاك بونت. تخيل يا استاذ احمد ان احنا الدور الاولاني ده طلعنا على قمه المجموعه. انا شايف مانشيت هنا مكتوب الهجوم من اول وقت، يعني انت بتبدا من اول دقيقه بتبدا. احنا كنا دايما نشوف غزل المحله
تحس ان هو نازل يجيب جون قبل الماتش ما يبدا كده. انا لو فات ربع ساعه من الماتش وما جبتش جوان بعرف ان الماتش هيعكرت معايا، هيعطل. فكانت الربع ساعه الاولانيه من كل مباراه يا اما جايب جونين يا اما جايب واحد يا اما جايب 3. المحله بالذات في ملعبه هنا على وجه التحديد في ملعبه ان هو لازم ينزل هجوم، يعني اللعيبه متسربعه تحس ان هو نازله عايزه جون. الجميل ان اللعيبه دي يا استاذ احمد لم تعرف الدفاع طول ما انا كنت معاه. كوره هجوميه من الاول. انا كان اسمي حيث ان هو باك رايت، تحس ان هو وينج رايت. حارس المرمى مين معاك في الوقت ده؟ كان المغاوري والبلعوطي وزكي عبد الفتاح. كنت بتعتمد على البلعوطي في ايده اللي كانت بترمي الكوره في نقل الهجمه بسرعه. البلعوطي من الاجوان، البلعوطي من الاجوان اللي كان بيعمل لك مثلا هجمه من لعبه، يعني الكره في ال 18 تبص تلاقيها في ال 18 الثاني بايده لاحمد حسن او لحسام عبد الغني او لخالد عيد او للمشائي. انا دايما كنت حاسس يا كابتن شناوي وانا كنت واحد من الاجيال اللي بتتفرج عليكم في الوقت ده، انت كنت بتعتمد كتير قوي على احمد حسن في الناحيه اليمين والعرضيه. المشائي كان في منطقه الجزاء عارف هيعمل ايه. هو يا استاذ احمد كان ده اللي بيحصل ان اللعيبه كانت حافظه طريقه 4-3-3 كما انزلت، ولذلك كانت كل الانديه بتلعب 3-5-2 الا غزل المحله 4-3-3. ولذلك لما جه المدرب اللي هو النادي الاهلي فايسا طبق 3-5-2 اول ما طبق عليا. انا لا اخفيك سرا، انا كنت قاعد في الماتش ده واول مره اشوف 3-5-2 بطريقه. هارس اللي جابها او فايتسا اللي جابها فعلا مصر، ومدرب عظيم، ونشأت بيني وبينه صداقه، لان انا قلت له بعد ما انا ما عرفتش اتصرف معاه اي حاجه. ما عرفتهاش الطريقه دي انت؟ ما عرفتش، انا ما عرفتش بصراحه، لان هو كنت تعمل ايه؟ عامل لك 3 باكات، هو سد باكين وليبرو، وحاطط بقى ربيع ياسين كان معاه لعيبه بتنفذ الطريقه صح برضه. كان معاه لعيبه كبيره على المستوى. انت في اي وقت بتلاقي 5 أو 6 في وسط الملعب. انت لو بتلعب 4 هتبقى زاد 2، لو بتلعب 3 هيبقى زاد عليك 3. فاتغلبنا الماتش وجه يسلم على اللعيبه وقلت له معلش ان شاء الله احنا في الماتش الثاني في المحل انت هتشوف فرقه 4-3-3 وهتلعب على 3-5. عملت في الماتش الثاني في المحل؟ رجعت احمد حسن وخالد عيد، خليتهم 5 في وسط الملعب مع ال3 باكات، فاصبحت عملتها وجيت بنفس الطريقه. وقلت لاحمد حسن ما تنزلش، ربيع ياسين يتقدم. قلت لاحمد حسن ما تلعبش على ربيع ياسين خالص، مالكش دعوه بيه. وفضل احمد حسن لوحده، فاللعيبه تلعب للكوره لاحمد حسن ويطلع لوحده، فقام ربيع ياسين راجع. الطريقه مش 5-3-2 وبالتالي على عبد الصادق وهو باك رايت نفس الكلام. خالد عيد اشتغلوا شغل كويس، فاصبحوا هم بقى ايه، بقينا احنا الاكتر، بقينا الاكتر زيهم. فهو جاري حتى بعد الماتش. عملت ايه في الماتش ده بقى؟ نتيجته كانت اتعادلنا 0-0 هنا ونكسب كتير، نكسب كويس يعني. وهو جه حتى كان الله يرحمه الكابتن صالح سليم، جه يومها وقال لك انا عايز اسلم على لعيبه المحل، وجه الاوضه ورحنا جه يسلم على اللعيبه كلها، وكانت لافته كريمه لصالح سليم ده شخصيا. يمكن افتكر ان احمد رمزي نجم الزمالك كان بيقول لك الوحيد اللي بخاف العب قدامه كان احمد حسن. بص احمد حسن وعبد الحليم خليل ما كانش في اي باك في مصر يقدر يجاريهم في السرعه. المحله موازب الهافات اليمين دي او الاجنحه اليمين والباكات سواء من الشمال او من اليمين من طول عمرها لعيبه تحس انها اجنحه، باك جناح، جناح اصلا جناح. فكانت ولذلك يا استاذ احمد من يوم الطرق دي ما عادش فيه جناح، الكره ما عادش فيه خروج من المخارج من بره من الاطراف خالص. انت كان حلولك كلها من على الاطراف، كان كل حلولك كلها من على الاطراف. كانت حلولي كلها من على الاطراف. انا اذكر مره مايكل ايفرت كان بيدرب المقاولين، وكان في صحفي اسمه اسامه اسماعيل، كان صديق شوقي وصديق قوي، فجه قال لي خلي بالك ان مايكل ايفرت عامل لك طريقه انك انت مش هيخليك تلعب من على اليمين خالص، لانه عارف ان عصام محيس ان شوقي التليس احمد حسن مخرجك من اليمين، فانت نقلها على الشمال. قلت له لا، اللي يعرف يحوش دول من على اليمين يا عم يحوش. والله يا استاذ احمد كثفت بقى العدد في الحته دي.
زي ما هم. والله يا استاذ احمد ان الثلاث اوفرات، اوفر لاحمد حسن واوفر من شوقي واوفر من التليس، والثلاث كور جاب مشائي جونين وخالد عيد جول، وكسبنا الماتش هنا 3-0. وراح مايكل ايفرت قال لك محله فريق فانتاستيك. احمد حسن ما كنتش بتنقله ساعات على الشمال؟ بنقله اصل هم كانت ايه يعني، حسام واحمد حسن والمشائي وخالد عيد، الاربعه بيلعبوا في خط الهجوم كله. فممكن تجيب حسام وتقول له العب ستار. وبعدين هو اصل الجناح في 4-3-3 لو الهجمه من ناحيه الشمال بيبقى الوينجرايت سنتر فيرو الثاني، والمشاي كان واقف بينفذ اللي انت عاوزه تماما، كان بيستغل كل انا لم ارى مهاجم زي المشاي. بس كان غير محظوظ في المنتخب يا كابتن. هو بقى غير محظوظ في المنتخب لان هو الولد مؤدب اكتر من اللازم، وهو كان هناك زي ما تقول ايه يعني ساكت وبيختشي ان هو لا المشاي لعيب من لعيب عظيم، لعيب كبير قوي قوي قوي. انا كنت لما اغير المشائي، لما اغيره وهو بيطلب الغيار اقول يا رب ما يجيناش فرصه بقى، لان لو جاته لعيب تاني ضيعها هتسمع عمليات زقطاب من الجمهور. وهو كان لعيب فذ بمعنى الكلام يعني. تفتكر حاجه لجمهور غزل المحله ايام الانجازات وايام الفرقه دي؟ والله انا شوف يا استاذ احمد، انا عمري ما شفت ماتش الملعب فيه مش مليان على الاخر. وكان لا امال ايه، وكان الجمهور بيحب اللعيبه، واللعيبه كانت بتخاف من الجمهور، مش بتخاف يعني بتحترمه وعاوزه تكسب عشان الكم من الجمهور ده يطلع مبسوط. بس يعني هو الجمهور ده فرق معاك كتير وتسبب في فوزك في ماتشات. ده يا استاذ احمد انا اعرف جماهير كتيره بتقابلني تقول لي احنا من يوم البطن دي ما بطلت انا ما بنروحش الملعب. يا استاذ احمد انا في المحله وبقالي كام سنه ده في المحله، انا ما اعرفش لعيبه بتاع المحله مين، ومش هني يمكن اللعيبه القدام كلها ما نعرفهمش. انت كوره طبعا بدون جمهور ما تسويش، ملهاش طعم. لا كوره ملهاش طعم خالص. بص يا استاذ احمد، الكوره بدون جمهور زي اللي ماشي في الصحراء تايه. وخلي بالك في لعيبه بتبقى لما الجمهور قاعد بيخاف يغلط. طب هقول لك على حاجه، في ماتشات مرت عليك وانت مدير فني لغزل المحله كنت تقريبا خسران الماتش وكسبت بسبب الجمهور. انا بعتبر ان كان الجمهور دافع ليك للمكسب. استاذ احمد الجمهور ده هو اللي بيخليك تكسب كل ماتش. يعني انت تبقى قاعد كده اهوت والجون يتاخر وتقدر من حب الجماهير تبدا بقى ايه تتكلم وتسمع كلام مش كويس، وفي نفس الوقت بيبقى تحميس للعيبه. فاللعيبه بدون جمهور بيعمل اي حاجه ويغلط وهيقول لك ما فيش حد خلي بالك برضه يا كابتن، الجمهور كان بيجي عشان الفرقه بتكسب عشان فرقه كويسه. طب انا هقول لك على حاجه، هو الجمهور لما كان جه والبطن دي بطلت، هو كان في جمهور كتير؟ ما فيش يعني يا دوب 2000 ولا 1000 ولا لما يفرق بقى من 20 30 ألف في الملعب، حاجه مهرجان كرنفال كده. انت بتبقى قاعد مستمتع انت كمان باللعب وبالجمهور وبالهتافات كلمنا عن بقيه الصور بقى، نقلب كده الصفحه ونتكلم عن بقيه الصور. الصوره دي الزمالك بدأ مشوار المحله فاز عليه 1-0. الشناوي اثبت تفوقه على باركر. يعني اتكلمنا عن القصه دي. هو واضح انها كلمه كبيره. هو احنا كنا كسبنا زمان كان معاهم مستر باركر وكسبنا، عملنا ماتش حلو قوي وكسبناهم 1-0. فالحقيقه يعني هم كانوا بتوعنا يستحقوا المكسب، ولو ان كان ماتش في المحله ولا في القاهره؟ في المحله. ولو ان كانت الزمالك المحله على فكره كان غير محظوظ دايما قدام الزمالك على فكره. لا ده الزمالك ده يلعب وحش وكسبنا. بقول لك المحظوظه كانت خالص. تلعب مع الاهلي، حتى كان الجمهور الاهلي يقول لك هو انتم شاطرين علينا احنا بس، طب ما الزمالك بيجي. انت في سنه من السنين افكرك بيها بقى، اديت الدوري الاهلي بالكره الاخيره اللي جابها مصطفى عبده لما رجع له احمد رجب تقريبا، ولا
مصطفى عبده جابها في اخر دقيقه واديت الدوري الاهلي انت اللي كنت بتحكم على فكره في بطل الدوري. انت تعرف الماتش ده غريب، واتخانقنا مع الكابتن محمود عثمان لان الدنيا ضلمت وفي 10 دقايق، في حاجه اسمها 10 دقايق الماتش انت في اخر كوره احمد رجب بيرجعها للبلاوطي، فجه مصطفى عبده جري وقام زقها برضه كده، هو جه الكوره جت جول وهو فنش الماتش. فاحنا الحقيقه اعتدينا عليه بالكلام ده. عايز اقول لك على حاجه، انت كنت كل سنه بتتحكم في بطل الدوري، هتدي دوري للاهلي هتكسب الزمالك، هتدي دوري للزمالك تكسب الاهلي، مش ده اللي كان بيحصل كل ما هي دي اللي كان بيسبب كرهنا يا الجمهور بتاع الاهلي عشان الزمالك هياخد جمهور الزمالك ده بتبقى غصب عني والله يا استاذ احمد. لا وده المنشط اهو، ده مش عارف ايه ده، الاهلي في الدوري بعد فوز المحله على الاهلي والمقاولين والترسانه في القاهره. الشناوي سنعيد العصر الذهبي للفلاحين. عندك المشائي وصابر عيد واحمد حسن. كنت بتقول سنعيد الدوري للفلاحين مره ثانيه. للاسف. الصوره دي المحله والتلفزيون، يعني ايه المحله والتلفزيون بقى؟ المحله والتلفزيون دي كان يقول لك المحله اللي عايز اتفرج بقى على المحله في التلفزيون، اتفرج وتمتع بقى الجماهير كلها في مصر يعني تتفرج يا ناس المحله في التلفزيون ان شاء الله. الشناوي اسطوره الاهلي والزمالك تنتهي هذا الموسم. كابتن الفلاحين اللي هو شوقي غريب ولا مين بقى؟ اقسمنا على نقل الدوري من قلب القناه الى وسط الدلتا. كنا لما قعدنا في اول السنه وقرينا الفاتحه كده ان احنا نبذل كل جهدنا ونجيب الدوري من المحل. يا اولاد عاوزين ننقل الدوري بقى من مصر، هاتوا الكذا في المحله بقى مره. فيقول لك طب ان شاء الله السنه دي برضه تفضل القاره وتيجي على اخر. شوف الدوري كان بيروح مني. انت كنت ناوي اسطوره الاهلي والزمالك هتنتهي الموسم ده؟ الموسم ده انا هقول لك على في الموسم ده هقول لك على حكايه يا استاذ احمد. انا مره الدوري قعدت 3-4 سنين يضيع مني كل اخر 4 ماتشات، فقلت اعمل ايه؟ فانا قاعد كده قلت الله لما اكلم الكابتن جوهري، انا كانت بتجمعني الصداقه بالكابتن جوهري قوي، كنت بساله في حاجات كتير عفوا. فقلت له قلت له كابتن جوهري دلوقتي انا الدوري بيروح مني في ال4-5 مباريات الاخرانيين، شوف الراجل. فقال لي يا شناوي انت بتدي مكافآت قد ايه؟ قلت له يا كابتن حسب اللائحه. قال لي يعني كام كده؟ قلت له يعني 250 جنيه بالكتير خالص 300 جنيه في المكسب. قال لي طب وبتسالني ليه في التليفون؟ قلت له طب ايه الحل؟ قال لي شوف انت عشان تاخد دوري 5000 جنيه الماتش مكسب و5000 جنيه خساره لو خسر، تاخد ال5 ماتشات الاخرين بتاعك. طبعا الكلام ده لما تيجي تقول له الله يرحمه الاستاذ معتز والاستاذ عامر الشراوي مش ممكن. لا مش ممكن. وبعدين ده الشركه كانت 40,000 عامل وهيطلع حاجه زي دي هتبقى مشكله. فقلت له طيب يا كابتن ان شاء الله انا هعرض الامر عليكم. قال لي ان عملتش غير كده ما انتش هتاخد الدوري. كلامه طلع صح. كلامه فعلا منطقي ومظبوط. وفجاه الايام من 3-4-5 سنين فاتوا كان الدوري المحله كسبت ما اعرفش مين، خدوا 3000 جنيه. مش على الدوري، مش هياخد الدوري ده عشان مش عايز يستنى، عشان يستنى عشان يقعد. فهي يعني العمليه الحمد لله. كابتن شناوي الحقيقه يمكن يعني انا سعيد بوجودك معنا النهارده، وكابتن شناوي تاريخ كبير مع غزل المحله. حاجه اخيره تتمنى ايه لغزل المحله قبل ما نختم بس؟ والله انا اتمنى لغزل المحله استاذ احمد انه ما ينزلش. لا ويرجع ما ينزلش. عصر نفسك تشوفه تاني يعني نفسي اشوف غزل المحله زي اللي كان بيتقال عليه زمان. ونفسي اشوف المدربين وولاد غزل المحله بس، وترجع جماهير غزل المحله ويستعينوا برموز غزل المحله اللي هم النهارده هم الكوره، هم اللي عملوا الكوره في المحله. كابتن شناوي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. مشاهدينا كنا معكم من خلال حلقتنا النهارده ونجوم الملاعب مع نجم كبير من نجوم الملاعب لاعبا ومدربا، صاحب انجازات طويله في عالم المستديره الساحره. بشكركم مشاهدينا ونشوفكم الاسبوع القادم باذن الله وحلقه جديده من نجوم الملاعب.